السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم. عايزه اقول لكم بقى، احنا خرجنا كده يعني نتسحر بره في يوم، وطلبنا فول على السحور من محل كبير جدا. يعني طلبنا فول وجبنه وبيض وحاجات كتير جدا. عايزه اقول لكم الفول ما يتاكلش اصلا، ودفعنا مبلغ وقدره. والفول اقسم بالله اسود وغامق وما يتاكلش. فانا طبعا ندمت وزعلت وقلت والله لا اعمل الفول بتاعي واوريهم الفول بتاعي. انا عايزه اقول لكم الفول زبده. انا بعمل فول يا جماعه زبده، واقسم بالله احلى من 100 محل. الناس بتقول احنا عايزين نعمل فول زي المحلات، احنا بنعمل فول احلى من المحلات ب100 مره. كفايه ان احنا ضامنين كل حاجه فيه. الفول زي الزبده يا جماعه، وعلى فكره بدون دماسه. وفي ساعتين بس، انا وريتكم انا مسويه في الحله، في ساعتين بس هتعملي احلى فول. خدي مني طريقتي وجربيها، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبك ومش هتغيريها. انا جايبه نص كيلو فول تدميس، فول بلدي، وربع كيلو فول مدشوش. انا مش هاخد ربع كيلو الفول المدشوش بس، انا هاخد نصه. تمام؟ يعني نص كيلو فول بلدي عليه اقل من ربع كيلو، يعتبر 8 كيلو فول مدشوش. غسلتهم ونقعتهم مدة مثلا 8 ساعات، من 8 ل10 ساعات، مش اكتر من كده ومش اقل من كده. دي المدة المظبوطة لنقع الفول. محضرة بقى ايه؟ كيس صلصة او عصير طماطم، نص كوباية عدس اصفر مغسول، نص طماطمايه، محضرة 5 فصوص توم طبعا مقشراه وغسلاه ومجهزاه، وعصير ليمونتين او ليمونتين صغيرين او ليمونة كبيرة. شوفي مفيش اسهل من كده. العدس والصلصة والليمون والثوم والطماطم. هنزل بقى على الحلة بتاعتي الجميلة، مش محتاجين دماسة اصلا، بالفول. طبعا غسلته تاني بعد، يعني غسلته في الاول وغسلته بعدين بعد ما نقعته، غسلته تاني كويس جدا. هنزل بقى على الحلة بالفول والعدس. العدس طبعا مغسول ومتصفي، ومعلقتين كبار كده حلوين صلصة طماطم. تمام؟ هننزل ب5 فصوص توم وعصير الليمون ونص الطماطمايه على الحاجات الجميلة بتاعتنا دي. هنعمل ايه بعد كده؟ ممكن تحطي مية عادية. انا كنت مستعجلة وعايزين ناكل منه على السحور، فاستخدمت مية سخنة بتغلي. لو انت مستعجلة زي حالاتي ممكن تحطي مية سخنة بتغلي، عشان ايه؟ تنجزي بسرعة. يعني هو على فكرة بياخدش وقت، ده هو في ساعتين بيكون مستوي. ممكن تحطي مية عادية وتولعي عليه براحتك، مفيش اي مشكلة. انا ولعت عليه الساعة 12، كان جاهز الساعة 2. يا دوبك على السحور خدنا منه كده، اللي هو عارفة ما تقولي ايه، وش القدرة، حاجة كده تحفة. ولعت بقى عليه على النار. اول ما غلي عليت عليه الاول، اول ما غلي كويس جدا هبتدي اشيل لو في اي ريم كده او في اي حاجة. اول ما يغلي احس ان هو بيغلي وبيبقبق كده، هوطي عليه شمعة واسيبه. مش انا حاطه الميه مظبوط عشان ما اضطرش اكشف عليه، عشان لو كشفت عليه كل شويه هيسود. فحطه الميه بتاعته مظبوط وسبته ساعتين بالظبط. بعد ساعتين فتحت عليه، لقيته استوى وزي الزبده، ولا اسود ولا غامق، والقوام مظبوط جدا. عايزه اقولك تحفه والله العظيم. خدي بقى منه طبق كده على السحور، ووضبيه كده بشويه ليمون، شويه زيت حار وطحينه وكمون وشطه. احلى حاجه تعمليها واحلى فول تعمليه، واقسم بالله احلى ما بناكله من مره بليون مره. اتمنى انتي لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه، عشان ان شاء الله تشجعيني انزلك وصفات كتير. معلش انا كنت تعبانه الفتره اللي فاتت، ما قدرتش اصور لكم فيديوهات كتير، ارجو ان انتوا تعذروني يعني. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناه وعجبك الفيديو.